أوقات كده تطلع تتمم على الشقة قبل ما تمشي وتشوف كل الحاجة في الشقة إنها مقفولة كويس وكل حاجة بيرفكت، وبعد ما تنسى تبقى مش فاكر هو أنا قفلت الباب كويس؟ إيه ده؟ طب أنا كنت سايب حاجة على النار ومش فاكر حاجة. الأسوأ بقى، أنا مرة دخلت امتحان مذاكرة كويس جدا، حافظة كل القوانين صم لدرجة إن أنا كتبتها، بس مش فاكرة أنهي نظرية تبع لأنهي شخص، يعني مين اللي قال الجملة دي بالظبط تحديدا، لدرجة إن أنا حسيت إن أنا ممكن يكون عندي مشكلة. بس الحقيقي بقى اللي أنا عايزة أشرحه لك إني ولا أنا ولا أنت عندنا مشكلة. الموضوع ليه أسباب كلها معروفة، أنا بقى جاية أقولها لك. بص، أنا ضد إن إحنا نعمم قاعدة على كل شيء، لأن أنا ضد القواعد الثابتة، ضد الحاجات اللي بنعممها، وبشوف إن دي من أخطاء التفكير. بس اللي أنا عايزة أقوله لك إن اللي أنت محتاج تعممه في حياتك إن كل حاجة في الدنيا ليها عضلة، لو اتمرنت كويس جدا قويت العضلة دي. الذاكرة بنقويها، دعمنا لنفسنا وحبنا لنفسنا نقدر نتدرب ونقوي ده من نفسنا جدا. نوطد علاقتنا مع نفسنا ومع الناس، وكمان نعرف ازاي نبقى ناجحين مع نفسنا ومع الناس وفي شغلنا، ونبني شبكة علاقات حلوة جدا. كل ده بيحتاج تدريب منك. احنا ما بنتولدش مكتسبين العادات دي، لا، احنا اللي بندرب نفسنا كويس جدا ونبني صفاتنا دي من جديد، وانت وشطارتك. وهي دي القاعدة الوحيدة اللي أنا بقولك لو عممتها على كل حاجة في حياتك ملهاش دعوة بأخطاء التفكير، بالعكس دي هتبقى أكتر حاجة صحية وإيجابية أنت اكتسبتها في حياتك كلها. أول خرافة محتاج تنهيها من حياتك إن أنا اتولدت ذاكرتي ضعيفة جدا، ودي خرافة. اللي يأكد لك كده نانا سندليز، صاحب أكبر ذاكرة في العالم، اللي بنقعد نقول يا بخته بذكائه وحلاوته وجماله. اللي أنا عايزة أقوله لك إن هو ما اتولدش كده، هو عنده سر. هو كمان عارف التكنيك اللي يخليه بذاكرة قوية. الذاكرة دي مش برطمان نقعد نحشر فيه اللي احنا عايزينه، لأ، ولا هي كيس بنملاه. الذاكرة ليها تكنيك عشان تعرف تحتفظ بالمعلومات جوه عقلك كلها، وده التكنيك اللي انت محتاج تتعلمه عن نفسك. الذاكرة زيها زي السواقة ومهارة الطبخ وكل المهارات اللي بتكتسبها في حياتك، الذاكرة زيهم بالظبط، مهارة انت بتكتسبها، ولو اتعلمت التكنيك بتاعها هتبقى أستاذ. الغريب بقى ان احنا لما بنيجي نتعامل مع الذاكرة بتاعتنا بنتعامل معاها على انها كاميرا بتصور كل الأحداث اللي حوالينا، وإنها بتحتفظ بالصور دي. أول لما نفتح الجاليري هنلاقي الفيديو كامل على فكرة، افتح بس انت الفولدر. بس الحقيقي مش كده، الحقيقي إن الذاكرة بتاعتك بتحتفظ بالحاجات بشكل صور صغننة، لقطات كده. يجي يحتفظ بحاجة في شكل المكان اللي انت كنت فيه، فلما تروح مكان شبهه يفكرك بالذكر، أو ريحة المكان وقتها، أو الأشخاص، أو المزيكا. فأول لما تشوف الحاجات دي يرجع لك تاني الصورة دي، اللقطة اللي انت كنت فيها. لكن مش بيحتفظ بالفيديو كامل، الذاكرة ما تقدرش تشيل كل ده على بعضه. فشطارتك هنا انك تحفظ التكنيك ده كويس وتعرف تشيل في الفولدر ايه بالظبط، عشان مخك اول لما يفتكر المعلومة يروح مطلع لك الحاجات اللي شبهها على طول ويفكرك بيها بالظبط. بس الكلام ده صعب عليا قوي. لا، ما انا هسهلها لك، انا بس بشرح لك التكنيك ماشي ازاي. تعالى بقى اقول لك البروسس بتمشي ازاي جوه دماغك، يعني ايه المراحل اللي بتعدي بيها. عشان نصلح اي جهاز بايظ لازم نعرف هو بيشتغل ازاي. اساسا دماغك جواه ذاكرتين، الذاكرة الاولى اللي هي قريبة المدى، اللي هو الحاجات الصغيرة اللي المفروض بنحتفظ بيها، زي رقم تليفون لمدة 30 ثانية، شوية حاجات في قائمة كده من 5 ل 9 حاجات. ودي الذاكرة الصغيرة اللي هي بنعدي عليها الحاجات بسرعة. بس في ذاكرة عملاقة اللي هي بعيدة المدى، اللي احنا بنحتفظ بيها باللبس الشتوي كده، الصحارة بتاعة دماغك. فاهم حاجة؟ في عالم نفس اسمه هيرمان عمل تجربة خلت العالم كله عنده ذهول.
قالك إن المخ بيحتفظ بالحاجات اللي هو استخدمها بس. يعني لو أنت حفظت حاجة لمدة 20 دقيقة ما استخدمتهاش، المخ بيبدأ يمسحها فوراً عشان يوفر ذاكرة جديدة، وبيعتبر إنه أي حاجة أنت حفظتها ما استخدمتهاش في 20 دقيقة دول يبدأ يرميها في الزبالة على طول. فاهم حاجة؟ المخ أصله ما بيحبش الحفظ الأعمى كده اللي هو تحفظ وخلاص. بس لو قلت لك احفظ ألف سين دال كده لوحدها، بس لو جيت قلت لك احفظ ألف سين دال يعني أسد، هتحفظها على طول، لأنها ليها معنى وصورة وحاجة تربطها في خيالك. فمخك دايما بيحب الحاجات يربطها ببعض، بيعتبر ده يعني زي تمرين كده، فبيبقى حابب الموضوع جدا. لكن لو قلت له احفظ ألف سين دال، اعتبر نفسك نسيت من دلوقتي. من التكنيك اللي هتحس ان هي مضحكة جدا بس استخدموها بعض علماء النفس، هي ربط الصور بحاجات كوميدية. يعني مثلا أنا عندي قائمة فيها بيض ولبن وجبنة، وأنا مستحيل أفتكر الكلام ده، مستحيل أفتكره على بعض. فيقول لك تخيلوا على إنه قصر كبير جواه بحيرة من اللبن، جواها كمان بيضة صغننة عملاقة بتسبح داخل اللبن، والأجبان قاعدة على الشط بتاخد تاني. يا سلام، مخك حفظ على طول. بيحب الصور المضحكة دي جدا، ويبدأ يربط ده جواه بشوية حاجات لطيفة، فلما تيجي تفتكر القصة بيربطها لك كلها على بعض بقائمة واحدة. وهنا بتبقى مش محتاج تستخدم القائمة. أنا ما جربتش الحكاية، بس هي لذيذة جدا وحبيتها لما سمعتها. والتكنيك اللي بجد أنا بحس إن هو أقرب لقلبي، وبحس إن هو فعلا effective وإن هو بيجيب نتائج هايلة، هو إنك تقعد التكرار المتباعد، اللي هو تقعد تحفظ المعلومة النهاردة وتراجع عليها بكرة 10 دقايق، وبعديها ب3 أيام، وبعديها بأسبوع، وبعديها بشهر. وهنا بتبدأ المعلومة تتعتق كده، تبدأ تتخزن جواك، وتبدأ تبقى من أهم المعلومات اللي موجودة على الرف عندك. فلما بتيجي تسترجع المعلومة تاني بتسترجعها بسهولة، أو على الأقل مش بتنساها. مخك كمان بيحب الصور جدا، فلو قاعد بتذاكر ممكن تذاكر على شكل شجرة وتلونها وتكتب جواها أقسام. هنا مخك بيبدأ يحفظ المعلومة بسرعة جدا، لأنه أول لما بتبدأ تسترجع المعلومة بيفكرك على طول بالشجرة. بيحب يحفظ الصور الذهنية جدا، ودي على فكرة تجربة علمية عملوها اسمها الخرائط الذهنية. النصايح اللي على السريع: لازم التمرين، أكل كويس، نوم صحي، نبعد عن القلق لأنه بينسينا وضد الذاكرة تماما. كل الحاجات دي هتخليك مركز كويس جدا، وبتعرف تتعامل مع كل الحاجات اللي حواليك. ولو ما تعرفنيش، أنا كوتش مديحة بالمناسبة، وعشان تشوفني تاني محتاج تعمل لي فولو وشير بقى كمان بالمرة. وبس كده، باي باي.